اهلا في كورة يونايتد. انا محمد ناجي وده تاسع موسم فانتزي ليا. الموسم الجاي الموسم العاشر، رحلة طويلة جدا مع الفانتزي. جود لك للي حقق اللي هو عايزه من الموسم السنة دي وراضي عن الترتيب بتاعه والنقط اللي حققها، وهارد لك للي ما قدرش يعمل كده. لسه في موسم ومواسم جاية، وفي كمان الاسبوع الجاي استمتع بيه جدا. اسبوع ناجح جدا للبنش بوست، مفيش انجح من كده. 148 نقطة، حظ كويس جدا ليا وللي كان بيتابعني وافكاره اتفقت مع افكاري، فكان بيعمل صفقات شبهي الصفقات بتاعتي، ففرقنا زي بعض. هو غالبا حصل نفس مجموع النقط تقريبا. جود لك وجود جوب، واسبوع كان ناجح جدا. 148 نقطة والهايست 174 نقطة، يعني رقم مرضي جدا جدا. حظي كان حلو ان انا جبت جفارديول ب-4. انا عملت صفقة واحدة، سولانكي مشيته، جبت مكانه جاكسون. سولانكي جاب جون وما خدش بونص، 6 نقط. جاكسون معاه 7 نقط. جفارديول كان حظي احسن معانا، جبته ب-4 مكان روبرتسون. مش بس جاب 27 نقطة، ده كمان روبرتسون ما كانش موجود في السكواد اصلا بشكل مفاجئ لانه مش موجود ومصاب. فآيت نوري خد نقطة احسن من 0 نقطة بتاعت روبرتسون. فكده الحمد لله ال15 لعيبة عندي كانوا بيلعبوا. حظي الكويس تاني ان ووكر نزل بدري في اول ماتش، ما كانش في اللاين اب، ونزل بدري لما اكي اتصاب. لعب 68 دقيقة، نزل في الدقيقة 13 تقريبا، فخد الكلين شيت ولعب تاني ماتش اساسي، فبقى معاه 13 نقطة. حظي كويس كمان، وزي ما انا ما توقعت مع جوستو اللي قلت هاي ريسك هاي ريورد، ما تبيعهوش، ولو عايز تشتريه حتى وهو مكانه مش اساسي اشتريه، لان انا متوقع له ان هو هيخرج بعد 60 دقيقة بالكلين شيت وفريقه هيدخل فيه جون. وده اللي حصل في تاني ماتش قصاد برايتون، خرج بعد 68 دقيقة، خد الكلين شيت وخد البونص بعد ما فريقه دخل فيه جون في اخر الماتش، زي ما انا ما توقعت بالظبط. بل اكتر من كده كمان، هو عمل اسيست، فبقى معاه مجموع النقط بعد ما لعب اول ماتش دقايق قليلة خد نقطة واحدة، وتاني ماتش 12 نقطة، فبقى مجموع النقط 13 نقطة، ورقم كويس جدا خلاني اطلع قدام في الترتيب العالمي. ايزاك للأسف ما سجلش، وجوردون معاه 8 نقط. سفيان مرابط دخل فيه دخلة جامدة أوي، الحكم ما حسبلهوش ضربة جزاء، كان هياخد اسيست ضربة الجزاء، وإيزاك كان هيسددها، كانت هتفرق في النقط، إنما مش ده اللي حصل. هافرتز استمر في ان هو يسجل ويأسيست، عمل اسيست كمان مرة وخد الكلين شيت، فبقى معاه 6 نقط. ساكا ما عملش حاجة وطلع بدري مصاب، ولكن ارتيتا قال عليه ان هي ويل بي فاين، هيبقى كويس وهيقدر يلعب. جوردون هاوي قال عليه ان هو يعني مش متأكد من ان هو جاهز بنسبة 100%، انما احنا شفنا جوردون اتصاب كذا مرة قبل كده بين الماتشات، وكان بيعمل ريكفري بسرعة جدا وسنه صغير جدا، فعنده فرصة ان هو يلعب برضه. اللي ما سجلش نقط للأسف ساكا وسون. آيت نوري نقطة واحدة وطلع بدري، انما انا كنت مش عايز امشيه ب-4، ما كنتش عايز اعمل ماينس اكتر من كده، وكنت راضي عن الفريق بتاعي، وفعلا جبت 148 نقطة. هالاند الكابتن كان الكابتن طبعا، ما سجلش في اول ماتش وسجل في تاني ماتش جونين بعد 60 دقيقة طبعا، فكان الكابتنين وحاطين ايديهم على قلبهم، انما سجل وهيسجل في الاسبوع ال38 كمان، وهو كابتن في الاسبوع ال38 بنسبة كبيرة. هجيله دلوقتي. بيكفورد انا كنت واثق فيه جدا، عمل كلين شيت وجاب لي 8 نقط. ونانا انا كنت واثق فيه ان هو هيصد صدات كتير، فعلا جاب 5 نقط في الماتشين. في الماتش الاولاني صد 5 صدات، والماتش التاني صد 5 صدات. لو كان صد زيادة هنا وصد زيادة هناك في كل ماتش، كان زماني 7 نقط من اونانا. انما انا موافق تماما وراضي جدا عن السكور اللي انا عملته. توتنهام كان سون ضيع طبعا فرصة انفرادة قصاد السيتي، انما لسه بيحصل على الفرص. وتوتنهام مستواه اتحسن في ماتش السيتي ده عن ال4 ماتشات اللي قبل كده اللي كان بيخسرهم. مستواه كويس، ويقدر في الاسبوع الاخير يبني على المستوى ده ويختم الموسم بنهاية كويسة قصاد شيفيلد يونايتد. فترتيب العالمي وصل لان هو بقى 142,108، ترتيب كويس جدا، وانا كمان ببوش علشان اوصل للتوب 100K في الاسبوع الاخير، وعندي فرصة لان عندي لعيبة مختلفة. وترتيبي على مصر هو 5002، وطبعا برضو عايز
احسن الترتيب ده. في الكاس انا في الاسبوع الاخير في البرايفت ليج واصل واصل الماتش النهائي في الاتنين برايفت ليج، واصل الماتش النهائي. فانا تارجتي في الاسبوع الاخير احسن ترتيبي العالمي، ابقى في التوب 100 كي، وترتيبي المصري كمان احسنه على قد ما اقدر، وفي الكاس العب الماتشين النهائيين واخد الاتنين الكاس. فريقي في الاسبوع الاخير لسه فريقي قوي زي ما هو بنسبة كبيرة، يمكن حتى كمان لو في بنش بوست احتاج اعمله الاسبوع ده كان ياريت، انما انا خلاص راضي عن اللي عملته بالبنش بوست الاسبوع اللي فات. وابص على فريق الاسبوع ده بين اونانا وبيكفورد، ماتش بتاع برايتون ومانشستر يونايتد، انا متوقعه 2-2. وعلى فكرة اللي بيتابع الفيديوهات بتاعتي هيلاحظ ان انا يعني توقع نتائج الماتشات بيحصل بنسبة كبيرة جدا، وعلى اساسه انا برضو الاختيارات الاخيرة بتاعتي في فريق الفانتزي من توقع نتائج الماتشات. لو انت متابعني واخد بالك من حاجة زي كده فانت اكيد عارف اللي انا اقصده. ونانا ماتش مانشستر يونايتد وبرايتون، الماتش ده هيبقى فيه اهداف كتير، انا اتوقع له 2-2. ونانا طبعا بيصد سطات كتير. بيكفورد برضو انا اتوقع ايفرتون تسجل هدف في ارسنال، فريق مش بيلعب على حاجة، اعصابه مستريحة، بيلاعب الفريق اللي بينافس على اللقب، وايفرتون عايز يختم الموسم نهاية كويسة. يعني انا شخصية الفريق بتاعت ايفرتون انا شايف ان هو هيحاول يتحدى ارسنال، هيكسبهم ارسنال وهيسجل فيهم، انما ايفرتون عنده قدرة ان هو يسجل هدف بهجمة مرتدة او بكور عالية. انا بتوقع الماتش ده يبقى 3-1 او 3-0. وبيكفورد هيصد وأونانا هيصد، بس بيكفورد ممكن يخش فيه جوان اكتر فيتخصم منه نقط اكتر. انا هلتزم بأونانا وبيكفورد الصراحة السنة دي بشوف لهم صدات ممتعة. نخش في الدفاع على طول. عندي 2 مدافعين من السيتي كانوا ناجحين جدا معايا في البنش بوست الاسبوع ده، برضو هكمل بيهم. انا بتوقع مانشستر سيتي يكسب ويست هام 5-0 او 4-0. بس يفضل مشكلة ان ووكر وجفارديول كده لعبوا الماتشين ورا بعض كاملين، هل هيلعبوا الماتش التالت؟ في ستونز لسه ما فريش، رجليه فريش بره، وفي اكانجي معرفش هيرجع ولا لا، واكي كان رجع على السكواد عادي الماتش اللي فات. انما انا اتوقع ان جوارديولا برضو بنسبة 90% هيلعب بنفس التشكيل، هو مش هيغيره. فانا هسيب ووكر وجفارديول وجوستو في الاحتياطي، لو حد فيهم منزلش هيلعب مكانه. وايت مع الارسنال برضه مش متوقع كلين شيت للارسنال الماتش ده، انما وايت مش مستني بس منه نقط الكلين شيت، انا كمان مستني منه النقط اللي بيجيبها بسبب فعاليته الهجومية من ناحية اليمين، والتفاهم الكبير جدا بينه وبين ساكا، والاوفرلاب اللي بيعمله مع ساكا ومع اوديجارد ناحية اليمين بيخلي ساكا ووايت خطيرين جدا الصراحة كفانتزي. فهعتمد عليه برضو زي ما هو. ساكا فورمته وعنده استمرارية في المستوى. هو الماتش اللي فات بس خرج بدري مش قوي في الدقيقة 81 وكان واخد انذار. اعتقد عدى اسبوع على الماتش هيبقى ريكافرد ويل ريكافرد وهيلعب الماتش ده، وممكن كمان يسجل فيه. هافرتز في نفس الجيم، هافرتز هو اللاعب المختلف عندي في الفريق بقاله كذا ماتش وانا هكمل معاه، انا واثق فيه جدا، حتى عامله فايس كابتن كمان. اعتقد هيقدر ينهي الموسم بشكل قوي جدا على ملعب اميريتس ستاديوم قصاد الجمهور، ويثبت ان هو كان الصفقة الرابحة للفريق، ويثبت ان هو الراس حربة بتاعة الفريق في الموسم الجديد، ويبعد نفسه عن اي منافسة في اماكن اساسية تانية في الفريق بعد ما عمل كده في النص الاول من الموسم. واكيد تعب جدا بس هو وصل للي هو عايزه، لان كمان ارسنال ممكن يشتري لعيبه جداد الموسم الجاي. فواحد زي هافرتز عايز ياكد على اللي هو ضافه الموسم ده في اخر اسبوع، انا واثق فيه مخليه الفايس كابتن. بالمر طبعا بينافس على احسن لاعب في الموسم ده، واخد احسن يانج بلاير اوف ذا سيزون، يقدر ياخد كمان جوائز اكتر. كان بينافس على الهداف هالاند، بعد عنها جدا، بقى 27 او 28 جون، وبالمر زي ما هو 21 جون. مفيش حد فوق بالمر في عدد الاهداف غير هالاند. موسم ناجح جدا لبالمر وهو في فريقي في الاسبوع الاخير. واعتقد ماتش تشيلسي وبورنموث ده ممكن يخلص بكذا هدف لتشيلسي، وبورنموث كمان هيسجل. بتوقع الماتش ده 3-1 لتشيلسي
فده كده فرصة لان مهاجمين تشيلسي يبقوا بيسجلوا بالمر وجاكسون، وفرصة لجوستو في الكلين شيت، مش فرصة كبيرة انما يقدر يكون عنده يساهم في الثلاث اهداف اللي انا متوقع ان تشيلسي يسجلهم. توتنهام وشيفيلد يونايتد، سون من فريق توتنهام معايا خليه في الاساسيين. انا بتوقع ان شيفيلد يونايتد اضعف من توتنهام بكتير، حتى لو بيلعب على ارضه في الماتش الاخير خلاص ما عندوش حاجة يلعب عليها، وتوتنهام مستواه اتحسن في اخر ماتش، عايز يختم الموسم زي ما بدأ الموسم كويس جدا، جه في نص الموسم وقع جدا وراحت منه مكان بتاع تشامبيون ليج لاستون فيلا، ما قدرش يوصل تشامبيونز ليج. فتوتنهام كده بيلعب على اليوروبا ليج والكونفرنس ليج، الاتنين سيان زي بعض بالنسبة لي وبالنسبة للنادي. متهيألي هي مشاركة في البطولات الأوروبية طالما مش في تشامبيونز ليج، فموسم يعني عايز يتأكد ان هو ينهيه زي ما بدأوا بمستوى كويس. اعتقد توتنهام عنده فرصة يكسب شيفيلد يونايتد، ممكن يكسبوا 2-1 او 3-1. جوردون انا متأكد ان هو هيقدر يريكفر من اصابة الانكل بتاعته، هيلعب الماتش اساسي، انما ماتش صعب بره ارضهم، بيلعب برضه وبينافس على مراكز اوروبية مع تشيلسي ومانشستر يونايتد و برينتفورد على ملعبه قوي جدا، وشفناه الماتشات اللي فاتت منظومته الدفاعية اتحسنت جدا بالذات على ملعبه. فماتش صعب لنيوكاسل على ملعب برينتفورد، انا اتوقع نيوكاسل يقدر يفوز 2-1. جاكسون اساسي عندي في التشكيلة، وهالاند طبعا الكابتن. انا متوقع قلت السيتي يكسب 5 او 4-0، فدي طبعا كمان اعتقد السيتي هيسجل في اول 10 دقايق، يسجل 10 في اول 10 دقايق ويبقى الماتش فول كنترول ليه، ويقدر يسجل اهداف اكتر 4 او 5-0. وجاكسون هو كمان معايا في فريقي اساسي، لان انا متوقع تشيلسي تسجل 3 اهداف. ده الفريق بنسبة كبيرة اللي انا هبتدي فيه. الحيرة بس بين ايزاك وجوردون. ايزاك احنا عرفنا ان هو رجع، ويلسون عرفنا ان هو رجع التدريبات، فده طبعا يأثر على اداء لعب ايزاك، ولو ان احنا شفنا ايزاك وويلسون لعبوا مع بعض. انا الحيرة بين ان انا ابتدي بجوردون ولا ابتدي بايزاك، ولو ان انا مش واثق في الاتنين قوي. جوردون كان بيتقال عليه ان هو مستواه بره ارضه، كانت دايما يعني صانعي المحتوى بيرشحوا ان هو يبقى على الدكة. انا الماتشات اللي فاتت بره ارضه كلها جاب فيها نقط، قصاد مانشستر يونايتد عمل اسيست، وفي الماتش قصاد بيرنلي بره ارضه جاب جون وخد ضربة جزاء اللي ضيعها ايزاك، فكان يقدر يجيب اكتر من 6 نقط. فهو يعني بره ارضه مستواه مش وحش قوي، انما ده تالت ماتش في اسبوع، ومع الاصابة ومع مجهود الموسم وماتش بره ارضه الاسبوع الاخير ده، الفريق على ملعبه بيبقى مدعوم بالجمهور جدا، رايح يحتفل بيغني، وبيبقى صعب قوي فرصة ان فريق يخسر على ارضه في الاسبوع الاخير. هو اصعب كروت اقدر اختار منها هو الماتش بتاع برينتفورد ونيوكاسل. جوستو على الدكة، ولو ان انا بفكر ابعد عن الريسك بتاع واحد من ووكر وجوارديول اللي ممكن يلعب ياخد نقطة من دقايق لعب قليلة بعد الدقيقة 60، ممكن ابتدي بجوستو. لكن جوستو كمان مش اساسي في ناحية اليمين. تياجو سيلفا خد بريك الماتش اللي فات، يقدر يرجع لخط الدفاع تاني مع باديشيلي وكوكوريلا، ويفضل شلوبا ناحية اليمين، وجوستو برضو يلعب الشوط التاني. احنا شوفنا كمان جوستو كان خد ضربة جامدة قوي بين الشوطين الماتش اللي فات، الماتش بتاع برايتون، بس ما طلعش بسبب الإصابة، هو لعب بعديها شوية بعد كده طلع، فممكن برضو يكون واخد كدمة قوية والماتش ما عداش عليه 4-5 أيام، ممكن ما يبقاش أساسي. أنا همشي ورا فكرة إن جوارديولا هيبتدي بنفس التشكيل الأساسي، ووكر وفارديول فورمة جدا. ووكر كمان علشان في أنطونيو وفي بوين وفي لعيبة صراع جدا في وست هام، هيحتاجوا مجهود ووكر إن هو يعطلهم. فهمشي ورا فكرة ان جوارديولا يلعب بتشكيله الاساسي. ايت توري اخر واحد عدي على الدكة، ايزاك اول واحد على الدكة، لو جوردون منزلش هينزل مكانه بيكفورد احتياطي.
مانشستر يونايتد كسب الماتش اللي فات وعنده لعيبة صغيرين وبدأوا بيدوا كويس جدا، وأمد وماينو لعيبة كبار، لعيبة صغيرين في السن أدائهم كبير جدا، كسبوا الماتش اللي فات وعندهم نهائي الاف اي كاب. ممكن هم عندهم يعني مازال حاجة يلعبوا عشانها في الموسم بتاعهم. فأنا واثق في أونانا أكتر ان انا ابتدي بيه الماتش ده. زي ما قلت كمان بيكفورد ممكن يخش فيه جوان اكتر فهيتخصم منه نقط، فانا خليني مع اونانا. يفضل عندي الفري ترانسفير. الاسبوع الاخير الفري ترانسفير، الترانسفير بتاعك في الاسبوع الاخير يعني انت بتجيبه من حد من فريق لسه عنده حاجات يلعب عليها، زي اللي بينافس على الدوري او على المراكز الاوروبيه اللي هم ارسنال والسيتي. ليفربول مش بيلعب على حاجه خالص، اتلبى عنده فكره ان كلوب بيلعب ماتشه الاخير، يعني مش حاجة كبيرة قوي بيلعب عليها، لكن حافز مازال ان ده حافز موجود والجمهور جاي يعني الملعب هيتفرج، بيعتبر الماتش ده ان ماتش مهم للفريق يودع بيه ليفربول، فبيتوقع من الفريق انه يعمل ماتش كبير. واعتقد ان الفريق هيكون عنده حسن ظن الجمهور. ليفربول ممكن يكسب الماتش ده 3-0. اعتقد ليفربول هيعمل كلين شيت. اللي يقدر يعمل كلين شيت الاسبوع ده ليفربول والسيتي، هما اللي انا بتوقع لهم يعملوا كلين شيت. فبتجيب لعيب من فريق لسه عنده حاجة يلعب عليها، زي التلاتة اللي احنا قلناهم دول، ارسنال وسيتي وليفربول، او فريق لسه عنده برضه حاجة بيلعب عليها بينافس على المراكز الأوروبية زي تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد. وانت غالبا فريقك هيبقى معظمه من الفرق دي، لعيبتك هيبقوا من الفرقة دي. يفضل الفريق اللي هي مش بتلعب على حاجة، بس مش بتلعب على حاجة من وجهة نظر مين؟ يعني كريستال بالاس مثلا انت ممكن تعتبره مش بيلعب على حاجة. انا بقولك لا، كريستال بالاس عنده فرصة ان لما يتحسن ترتيبه من المركز ال14 للمركز العاشر، يخش في التوب 10، تخلي الموسم بتاعه نهاية مختلفة تماما عن ان هو يبقى في المركز ال14. يبقى نجاح للفريق، نجاح للمدرب، ونجاح للنادي كمان، لان انت في الدوري الانجليزي كل ترتيب عن اللي تحتيه بيفرق 3 مليون استرليني. فمن ال14 للعاشر ادي 3 في 4 12 مليون استرليني. طبعا فلوس كبيرة جدا لنادي زي كريستال بالاس. فده تارجت للنادي مازال موجود، واكيد المدرب عارفه، واكيد اللعيبة مهتمين بيه، فدي حاجة مازالوا بيلعبوا عليها. فاللعيبة زي اوليزي او ايزي الصراحة الفريق مستواه هايل هايل مع المدرب الجديد. المدرب الجديد ده اصلا بايرن ميونخ حاولت كمان بتتكلم معاه، بتاع كريستال بالاس على فكرة. بين البصمة بتاعته بسرعة جدا، بيلعب بطريقة هجومية جديدة جدا وحلوة جدا، والمواهب اللي معاه استفاد منها جدا. ايزي واوليزي وماتيتا شايفينهم يعني في احسن فورمة ليهم. فلعيب زي اوليزي او ايزي انا ممكن نفسي انا بفكر فيهم الصراحة، ممكن مكان جوردون. انا عندي فلوس في البنك 1.5، حتى لو معيش فلوس. ايزي واوليزي اسعارهم قليلة جدا، ممكن اجيبهم مكان جوردون واخلص من الديلاما بتاعت اصابة جوردون او مستوى نيوكاسل في ملعب برينتفورد في اخر اسبوع في الدوري. ايزي واوليزي كلهم يقدروا يجوا مكان جوردون عندي في الفريق. فانا بفكر في كريستال بالاس، بفكر في ليفربول اللي عايز يعمل ماتش تاريخي في ملعبهم في الاسبوع ال38. الاوبشنز مش كتير بسبب الفلوس، انما ممكن لعيب زي هارفي اليوت اللي هو عامل مستوى هجومي كويس جدا الفترة اللي فاتت، واعتقد هيبدأ اساسي الماتش ده. سعره 4.8، هو اكتر واحد في الفورمة في لعيبة نص الملعب، بعديه صلاح، ممكن كمان واحد زي دياز. فهجيب المهاجم نص الملعب بتاع كريستال بالاس. بفكر في ليفربول برضو لعيب زي فودن. لو انت ما عندكش 3 لعيبة من السيتي، لعيب زي فودن في ماتش السكور بتاعه ممكن يبقى عالي. انا بتوقع 4-0 او 5-0 للسيتي، ممكن يكون بيسجل اهداف كتير جدا مع هالاند. فبفكر في نص ملعب ليفربول، بفكر في اوليزي وايزي عشان اجيبه مكان جوردون ويبقى ايزاك على الدكة.
ده لو اتأكدنا ان ساكا يعني مش هيلعب. انت كده كده خلي الصفقات بتاعتك لحد اخر ثانية في الديدلاين على قد ما تقدر. هتجيلنا اخبار اكيد يوم الحد، بتبان اخبار اكتر قبل الديدلاين. فدي الافكار اللي انا بفكر فيها. طيب لو انا اعتبرت ان انا فريقي كويس من حيث الدفاع ونص الملعب، ممكن اسيب جوردون وايزاك واحد منهم يبتدي وفريقي كويس كده. طب ايه اللي انا اقدر اعمله تاني؟ ممكن حارس مرمى. يعني انت ما تستبعدش ان صفقتك الاخيرة، اخر صفقة في الموسم في اخر اسبوع، تبقى حارس مرمى، لان انا الحراس بتوعي مش واثق ان حد فيهم هيعمل كلين شيت. وفي فرق زي توتنهام، زي السيتي، بس عندي منه 3. لو انت ما عندكش 3 ممكن تجيب اورتيجا، هيلعب وسعره رخيص جدا ويقدر يعمل الكلين شيت. ممكن اليسون، واي نوت. ممكن اجيب اليسون مكان اونانا، ويبقى كده انا عملت كل الخطوط بتاعتي قوية على قد ما اقدر. عندي فلوس 6.4 عندي، اقدر اجيب اليسون بكير، ويبقى كده انا خط الدفاع ونص الملعب والهجوم كويسين. لا ده كمان حارس المرمى. كل دي افكار، لسه انا مش هاخد القرار دلوقتي. حتى الكابتن انا بفكر الكابتن يكون مختلف. لو انا عايز يعني ادخل في التوب 100 كيب، بحيث لو هالاند ما عملش ممكن هافرتز الفايس كابتن بتاعي برضو بفكر فيه. كل اللي عايز اقوله انك تفكر في الفرق اللي لسه عندها حاجة تلعب علشانها، ودي مش بس الفرق اللي بتنافس على الدوري، دي كمان الفرق اللي بتنافس على مراكز أوروبية. زي احنا قلنا أستون فيلا وتوتنهام، خلاص كل واحد عارف هو آخره هيروح فين وهيجي منين. توتنهام ده أنا بعتبره خلاص هيكسب شيفيلد يونايتد. فالتالت والرابع والخامس هيفضلوا زي ما هما. الأول والتاني عارفين بينافسوا بعض. السادس والسابع والثامن تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد لسه في بينهم منافسة على الكراسي الأوروبية. ويست هام هيفضل مكانه زي ما هو، وبرايتون نفس الكلام، بورنموث نفس الكلام. كريستال بالاس هو اللي عنده فرصة يطلع لحد العاشر، يقدر يبقى 49 نقطة مع فوز بورنموث وبرايتون، مع قصدي هزيمة برايتون وبورنموث، يقدر كريستال بالاس يبقى العاشر. فكريستال بالاس عنده حاجة مازال بيلعب عليها مع برايتون وبورنموث اللي عايزين يتأكدوا ان هو العاشر وال11، ان هم يعني ما ينزلوش لتحت في الاسبوع الاخير، سهمهم ما يبقاش احمر برضو في الاسبوع الاخير. فكريستال بالاس وولفرهامبتون كمان يبدو ان عنده نفس الفكرة بيلعب عليها، ان هو يخش في المركز العاشر على ملعب ليفربول صعبة جدا. فرصة كريستال بالاس احسن، وفرصة برايتون. يعني كريستال بالاس وبرايتون وبورنموث هما اللي بيلعبوا على الحتة دي، ان هما يخشوا في العاشر، وبرايتون ان هو ما ينزلش عن العاشر. بقية الفرق برضو ما عندهاش حاجة تلعب عليها، حتى التلاتة اللي تحت خلاص نزلوا ما عدا نوتنجهام فورست. عنده فكرة بسيطة، يعني ماتش نوتنجهام فورست ده هيبقى ماتش ميت. لو انت بقى عايز تجيب مثلا حد من المدافعين، الماتش بتاع نوتنجهام فورست ده، هو نوتنجهام فورست كده كده خلاص بقى ال17، الا اذا هو خسر ولوتون تاون كسب بسكور كبير جدا، كسب 10-0. طبعا دي حاجة مش هتحصل، بس يعني برضو الواجب اللي هيبقى على نوتنجهام فورست ان هو ما يخسرش الماتش بتاعه. فهيعمل ايه بقى؟ هيخلي الماتش ميت. نوتنجهام فورست هيلاعب بيرنلي، هيخلي الماتش ميت، بطيء، ايقاعه بطيء، تنقل الكورة، مفيش مغامرات. فالماتش ده بتاع نوتنجهام وبيرنلي ده ممكن يخلص 0-0، 0-0 او 1-1. فدي الحاجات اللي انت، الافكار اللي انت بتلعب عليها في الاسبوع الاخير. لو انت ترتيبك كويس وعاجبك المركز اللي انت فيه، فانت مش هتغامر. لو انت عايز تبوش وتطلع قدام اكتر، فانت هتغامر. هتيجي المغامرة منين؟ هتيجي المغامرة من شارت الكابتن يتغير هالاند، هتيجي المغامرة من الترانسفير اللي انت هتعملها. هل انت هتجيب لعيب مختلف زي هارفي اليوت مثلا محدش بيتكلم عنه، ولا انت هتجيب لعيب زي اللعيبة كل الناس بتتكلم عنها، فودن قصدي فكرة الاونر شيب. هل انت هتمشي ورا الاونر شيب كده؟ يبقى انت مش بتغامر.
يبقى انت كده بتأمن مركزك، مش عايز اللي وراك يطلع قدامك، زي الفكرة اللي كنا بنقولها دلوقتي بتاعت بورنموث وبرايتون، ان مش عايزين كريستال بالاس يجي قدامه. ولا انت عايز تغامر فتجيب لعيبة بعيدة عن نسبة الملكية العالية فيدوك انت الميزة فتفنش الموسم تفنيشة حلو. حسب انت بتستمتع بالجيم ازاي، طبعا ملهاش مقياس، ممكن ده يحقق وده يحقق، او ده ما يحققش وده ما يحققش، على حسب اللي هيحصل في الماتش. انما انت استمتع بالجيم بالطريقة اللي بتريحك، عايز تغامر اوكي، مش عايز تغامر برضو اوكي، وبتستنى النتيجة وبتستمتع بالجيم. واخر اسبوع انا اخر نصيحة بس اقولها لك، برضو ترتيب الدكة والفايس كابتن وحارس المرمى امن عليه، لان الاسبوع الاخير ده هيبقى فيه روتيشن عالي جدا. يعني انت مثلا لو انت كان عندك حارس وحارس التاني ما بيلعبش، مع ان اشك ان دي لسه موجودة بعد ما عملنا البنش بوست كل معظمنا الاسبوع اللي فات، انما لو انت في السيناريو ده فانت محتاج صفقة حارس مرمى، لان وارد ان يحصل روتيشن في حراس المرمى حتى في الاسبوع الاخير. لكن فريق زي نيوكاسل مثلا خلاص احنا عرفنا بوب مش هيلعب، فريق زي السيتي خلاص عرفنا ان ادرسون مصاب مش هيلعب، فدول ما عندهمش روتيشن. انما الفرق التانية فريق زي وولفرهامبتون، فريق زي كريستال بالاس ممكن هندرسون ما يلعبش. كل الفرق اللي ما عندهاش حاجة تلعب عليها ممكن يحصل روتيشن في الجول كيبر. نفس الكلام في باقي اللعيبة، يعني مثلا ما عنديش سيناريو زي ده في الفريق بتاعي، انما كل الفرق اللي ما عندهاش حاجة تلعب عليها دول خلاص هيريحوا. حتى مثلا شيفيلد يونايتد المدرب بتاعهم لمح لحاجة زي كده في المؤتمر الصحفي، خلاص ما عندوش حاجة يلعب عليها فيدي فرص لناس تانية، فريق الموسم بتاعه خلص. فانت دايما خلي بالك من الروتيشن، وخلي بالك من الفايس كابتن والفري ترانسفير، ما تعملوش اصلا غير يوم الحد لما توصل لنا كل الاخبار. فترشيحاتي في نص الملعب زي ما قلتها، اوليزي ايزي او هارفي اليوت او فودن حتى كمان. في الدفاع انا قلت مفيش حد، او متوقع ان مفيش حد هيعمل كلين شيت غير السيتي وليفربول، وممكن ارسنال بعدهم. في الهجوم جاكسون ممكن يسجل، ممكن نكونكو في ماتش زي ده، بس برضو ما تعتمدش عليه قوي لان هو مدرب قال عليه ان هو لعب اكتر من المتوقع الماتش اللي فات، فممكن يلعب اقل دقايق، اقل هو لسه بيعمل ريكفري. فلعيب زي جاكسون هيسجل. نجواو بيدرو وهولاند في ماتش برايتون ومانشستر سيتي، ده ماتش انا بتوقع يبقى فيه اهداف كتير. في نص الملعب برضو امد بتاع مانشستر يونايتد هو التوب فورم دلوقتي في لعيبة مانشستر يونايتد، سجل وصنع الماتش اللي فات، والصراحة قدراته عالية جدا، والدريبلينج والتواجد جوه ال18 من ناحية اليمين ممكن يكرر تاني في ماتش برايتون. يعني كل دي لعيبة وافكار ممكن تفكر فيها. انا عايز بفتكر دلوقتي صفقتي الموسم اللي فات، كنت بغامر جدا. اخر صفقة ليا في الاسبوع الاخير الموسم اللي فات كنت محتاجها جدا 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 تطلعني لقدام، كان ترتيبي وحش، كانت عبد الله ديكوريه. كان ايفرتون محتاج يكسب 3 نقط عشان يفضل في الدوري الانجليزي وما يهبطش. جبت عبد الله ديكوريه وكان الفايس كابتن بتاعي، جاب 10 نقط، سجل هدف وخد كلين شيت و3 نقط بونص، كسب ايفرتون 1-0 وقعد في الدوري الانجليزي. ويوم عمري ما هنساه، من احلى الايام في حياتي، كنت بحتفل زي ايفرتون باحتفالهم في وجودهم في الدوري. فالاسبوع الاخير حلو جدا للتوقعات يعني النتائج اللي هتحصل، استمتع بيه. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. كان اخر فيديو للفانتازي، لكن طبعا في الاجازة هيبقى فيه فيديوهات عن باقي الانشطة الرياضية اللي بتحصل في بطولة